السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان الفيديو بيقول نحط ايه في اللانش بوكس لأولادنا في المدارس. حد هيقول هي دي قناة طبخ ولا قناة تأسيس؟ بص، تأسيس مش تأسيس بس تعليم، تأسيس الطفل في الأكل وفي الشرب وجسمه. لما هو أنا مش هيكون عندي طفل متفوق دراسيا وناجح وعقله والمنتاليتي بتاعته شغالة وعقله ومخه شغالين وهو جسمه هزيل وهو أكله ضعيف. فالمحتوى كله كامل. تمام. ولو انت واخد بالك من منهج جديد بيتكلم على ده، دايما بيتكلم عن نيتريشن اللي هي العناصر الغذائيه، والمينرال المعادن اللي في جسم الانسان. وكمان عندنا قصه استماع في سنه ثالثه ابتدائي بتتكلم عن حاجه اسمها طبق الطعام. ان الولد راجع من المدرسه، فاسمه خالد، مامته بيقول لمامته انا جعان، فهي بتعلمه درس ايه هو الطعام الصحي المتوازن. تمام. حط الطبق، حط مكرونه الاول قالت له لسه ناقص، حط فراخ مع المكرونه قالت له لسه ناقص، حط سلطه فلسه ناقص. وده يعرفنا ان احنا لازم اللانش بوكس بتاعنا يكون متكامل. يعني ايه متكامل؟ في 3 عناصر، لازم يكون في 3 عناصر. ايه هم العناصر دي؟ الكارب او الكربوهيدرات او النشويات، عشان تمد الجسم بالطاقه. ده البنزين بتاع ابنك، ده اللي هيخليه يطلع السلم ويقعد على الديسك ويكلم ويناهد ويقول ويطلع ويمشي، لان احنا راجعين من اجازه، فهيبذل مجهود مضاعف. هو طول النهار قاعد في البيت، ممكن ينزل كل فين وفين، لكن دلوقتي الا بقى كان هو بينزل تدريب وبيتمرن. فدلوقتي الشغل عفوا مضاعف. فايه هو البنزين اللي بيمشي ابني او بيمشينا احنا ككبار؟ هو النشويات او الكربوهيدرات. وهقول لك دلوقتي تختارها ازاي. تاني عنصر عندي هو البروتين. البروتين ده عشان جسمنا، عشان العضلات تنمو وجسمه يكبر وما يكونش فيه خلل في النمو. تالت عنصر وهو الخضار. تالت عنصر وهو الخضار، وده اللي المنهج الجديد بيتكلم عنه. الخضار بقى اللي هو الخيار، الجزر، الجرجير، الخس، طماطم، سلطه يعني. تمام. فاللانش بوكس هقول لك لازم يحتوي عليه. واحط من عندي انا كمان حاجه ثالثه او رابعه، هي حاجه اسمها الفاتس. ايه الفاتس؟ الدهون الصحيه. واقول لك ناخدها ازاي. طيب، النشويات يندرج عليها ده كله، تحتها العيش، الرز، المكرونه، البطاطا، البطاطس، الشوفان. ليه انا قلت كل ده؟ عشان بديك اختيارات كلها، واقول لك افضل حاجه ليه ايه. تاني، الرز طبعا صعب تحط في اللانش بوكس رز الا لو انت معود ابنك على نظام معين. يفطر برز عادي جدا جدا، ممكن يفطر برز وهو رايح مدرسته. تمام. مش يفطر برز، هتحط رز وفراخ طبعا معاها، يعني وجبه متكامله. لكن لسه الثقافه بتاعتنا ما وصلتش للمرحله دي. لكن بره عادي جدا جدا يجي ياخد في اللانش بوكس بتاعه رز وفراخ وسلطه ويفطر بيها في الفصل عادي. المهم خلينا بس الموضوع لما نوصل للمرحله دي بعدين. رز، عيش، شوفان، بطاطس. طلع الرز بره، هيضحكوا عليا لو رحت المدرسه برز. يبقى عندنا شوفان، وحطه في الاختيار الاول. شوفان، بطاطا اخر اختيار عندك العيش. وللاسف كلنا بنعمل عيش. لو هتضطر تعمل عيش هيبقى عيش، مش بلاش العيش الدقيق الابيض، عيش البلدي. في 50 طريقه تعمله في البيت تجيبه من اي مكان، لكن هو اسوأ اختيار العيش الابيض. تمام. طب الشوفان ده بيتنقع في اللبن، اول ما يصحى من النوم تحطه في اللبن. واقول لك طريقه كويسه جدا جدا. يبقى ده اول مصدر عندي الكارب او الكربوهيدرات او النشويات. تحط اختار زي ما انت عايز بقى. تاني عنصر عندي هو البروتين. طب البروتين فين الصبح يا مستر؟ البروتين اللي هو السمك والفراخ واللحمه والحاجات دي. طب انا هحط له فراخ ولحمه الصبح؟ لا، عندك البيض. متاسف انا عندي برد. البيض اللي هو ايه؟ يا اما مسلوق يا اما مقلي. تمام. يبقى كده عندي خيار، النشويات، وجنبها البيض المسلوق او المقلي. وبعد كده الخضار اللي هو ايه؟ ممكن احط له خيار، احط له جرجير، احط له خس، تمام، طماطم. كويس جدا جدا جدا. طيب، في بدائل تانية كتير جدا جدا. عندك الفول، ممكن تحط فول، ممكن تحط بيض، ممكن تحط فول سوداني. فول سوداني مهم جدا جدا جدا، بيدي طاقه كويسه جدا للطفل الصبح وهو ماشي على مدرسته، مهم جدا جدا. لكن هتحط لي لانشون، جبنه رومي، اصل يبص لزمايله، اصل ما اعرفش ايه، اصل ايه. ما هو احنا يا جماعه الثقافه لازم تتغير.
لو بأسس ابني بأسسه علميا ودينيا وخلقيا وصحيا. ده انت بتأسس جسمه دلوقتي، فشوف اللي مدخله جسمه ايه عشان بعد كده تحصد. انت برضه انت بتأسس تعليم صح، وعمال تجيب شيخ تحفظ وعمال تحفظه قرآن تقول هو عيب وحرام وده، ما ده كله انت عشان قدام ينفعه. ما هو الاكل نفس الحكايه، لازم يكون اكل كويس. طيب بلاش بقى نحط، عايز تعمل لانشون عندك خش على اليوتيوب، عندك 50,000 طريقه تعمل لانشون في البيت. اعمل لانشون صحي في البيت. يبقى عندك بيض، عندك فول. طيب جبن ابعد عن اي جبنه مكتوب عليها نبات الدهن. تقول لي يا مستر ما هي نبات الدهن دي رخيصه واللبن الطبيعي غاليه جدا جدا. ما هو انت لو تعرف ان نبات الدهن دي يعني ايه، يعني زيت بيحطوا زيت في الجبنه، ملهاش علاقه بالجبنه خالص، ولا لها علاقه باللبن، ولا لها علاقه مصلبات. واقلب الصفحه ورا هتلاقي، او الماكروز اللي ورا، العناصر الغذائيه هتلاقيها ولا لها علاقه بالجبنه. فانت حط فلوسك، حطها في مكان صح. طب انا مش لاقي جبنه، هو ارخص انواع الجبنه القريش، وهقول لك تعملها ازاي. هتجيب الجبنه القريش، تحطها في الكبه في الخلاط، عليها معلقه زيت زيتون، تحط معاها نص علبه زبادي ومعلقتين لبن صغيرين بس، والله هتطلع زي الكريم بالظبط سايحه. عندك اكيد عندك علب جبنه كوبايات، حطها فيها في التلاجة وافرد وحط. يبقى انت كده عندك كل علاج. يبقى فول، احط بيض، حط جبنه، بس هو ده الفطار. لكن احط بقى جبنه رومي ولانشون ومعرفش، والشيبس ابعد بعيد عن الشيبسي، ابعد بعيد عن الشيبسي. خلاص. في ناس عايز ترتقي باولادها شويه، ممكن تحط لها شوفان. الشوفان ده عباره عن ايه؟ هتحط 20 30 جرام في طبق، وعليه معلقه عسل، معلقه عسل ابيض، عسل اسود، اي عسل عندك، بلاش سكر. حط عليه 5 7 8 حبات سوداني. عندك حاجه اسمها بذور الشيا، ودي مهمه جدا جدا جدا، وفيها عناصر اكسده مهمه جدا لجسم الطفل. هتحط معلقه صغيره عليها او 10 جرام، وتحط عليه بلحتين. تمام، يبقى انت كده اديته وجبه متكامله. بعد ما اللبن يشرب هتلاقي الشوفان مسك في بعضه، هتحطه في اللانش بوكس في الدايره بتاعته او في المكان بتاعه، وجبه متكامله. او خليه يفطر بيها الصبح قبل ما يطلع، لازم يفطر الصبح قبل ما يطلع. ابني محتاج في المرحله دي وهو رايح المدرسه هيبذل مجهود، محتاج حاجه تديله طاقه دفعه. تمام. دي بنجيبها منين؟ بنجيبها من البلح او التمر. ممكن اديله مكعبين 3 مكعبات شوكولاته الصبح وهو طالع. تمام، غير كده. لكن شيبس يا جماعه بقى والحاجات دي، والله العظيم الحاجات ديت الطفل لو عودته وظبطت معاه الموضوع ده هيتعود يعني هيتعود. الشيبسي ده انت لو تعرف بيتعمل ازاي، سيبك بيتعمل ازاي. الزيت نفسه اللي بتقلي فيه الشيبسي، يعني عشان اجيب ابني كيس شيبسي ب5 او ب10 جنيه، كاني بديله نص كوبايه زيت بيشربها كده، ده في جسمه. انت لسه قايل لك ابعد عن الزيوت النباتيه او زيت النخيل، هو اسوأ انواع الزيوت عامه. فده افكار اللانش بوكس. حط عيش يا سيدي، جبنه قريش، بس بعد ما اضربها في الخلاط، لان هتحطها لوحدها هيبقى طعمها مش مستساغ للاطفال. عندك بيض باي طريقه تحبه ابنك، عندك فول. تمام. عندك تمر، عندك سوداني، حط حبتين عنب، دي بيديها طاقه. العنب والبلح هيديله طاقه. معلش هي ساعتين وراجع. ما تحطش بقى حاجات اصلا ابني يبص اللي جنبه، بص ما اعرفش لمين، حد جايب ايه. يا جماعه احنا هي ثقافه، هي زيها بالظبط زي فلان لابس سلسله. ها، ركز معايا. ابني الحمد لله محترم وما بيقولش الفاظ كويس وحشه. في حد تاني بيقول الفاظ وحشه، هي دي زي دي بالظبط. ده بياكل اكل، هو بالنسبه لي الاكل ده وحش سيء، لكن انا محافظ على صحتي. حد عامل شعره ما اعرفش ايه، انا مش عامل شعري، ده غير مألوف عندنا وعيب وحرام هي نفس الحكايه. الاكل ده اللي الشخص ده بيعمله يا ماما زيك بالظبط، انت ما ينفعش تعمله عشان صحتك، عشان احنا قدام هيجي لك كذا وكذا وكذا. لكن اما تكون عندك، وافتكر دايما العقل السليم في الجسم السليم، فلازم نحافظ على صحه اولادنا. لو عملنا طبقنا الحاجات دي، ولما يرجع يا سيدي بقى ياكل اللي هو عايزه. بقى عندك رز، مكرونه، وجبه متكامله يكون فيها نشويات وفيها بروتين. عندك بروتين حيواني او نباتي. حيواني زي الفراخ، السمك، اللحمه، البيض. النباتي زي الفاصوليا، زي اللوبيا، زي العدس، زي الفول. ده بروتين. غير كده انت بتضر ابنك. طيب بالنسبه للكانتين بتاع المدرسه، بيجيب حاجات وولاد بياخد مصروف.
وغصب عنه بيشتري. انت ممكن تعمل حاجه كويسه جدا جدا بالليل وانت راجع، بتدخل على السوبر ماركت بتجيب اقل حاجه فيها اضرار ونكتفي بحاجه واحده بس. ازاي؟ وهيبص، ما هو قلنا دي ثقافه بقى لازم اغرسها فيه من صغره، لازم اغرسها فيه من صغره. ما ينفعش، غلط. تمام، هنجيب، احنا هنعمل في البيت، ماما تعمل لنا كيكه في البيت، ماما تعمل لنا حاجات في البيت، ماما تعمل لنا بسبوسه في البيت، ماما تعمل لنا كنافه في البيت. يبقى الاضرار بتاعتها احنا عارفين احنا فيها ايه. لو انشأنا جيل او اطفال طالعه بالطريقه دي هيفرق جدا جدا معاهم في صحتهم. تاني، مش هتفرح لو ابنك شاطر متفوق و وعنده دهون وعنده كرش ومش قادر ياخد نفسه وصحته، ما هو ده كله مش هيبان دلوقتي، مش هيبان الا قدام. فده محتوى اللانش بوكس، وقلت لك بزياده عشان تبقى عامل حسابك. عايز تعمل لانش اعمله في البيت، عايز تعمل جبنه رومي اعملها في البيت، لان الجبنه الرومي بتيجي من بره دي ولا لها علاقه بالجبنه الرومي خالص، ولا لها علاقه باللبن خالص. تمام، بس كده.